الدونات بطريقه ناجحه وسهله وبسيطه بعجينه اللي غادي نقول لكم كتجي غزاله بزاف، وغادي تعتمدوا هاد العجينه في عده وصفات. غادي نحضروا بها بريوش، غادي نحضروا بها شحال من حاجه لانها فعلا كتجي زوينه بزاف. وخليكم معايا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناه شيوات منيا على بركه الله. اول حاجه في مقلاة وضعت عندي 150 غرام ديال السكر باش غادي نحضر صوص كراميل غادي نخدم به كحشوه. درت معاه واحد المعلقه كبيره ديال الماء صافي، وغادي نخليه كيذوب على عافيه اللي كتكون متوسطه، ما تكونش عاليه بزاف وما تكونش مهيله. صافي هنايا بعد ما كيذوب عندي السكر وكنحصل على واحد اللون اللي كيولي عندي مذهب على هذا الشكل هذا، غير ما نبالغوش البنات في التحمار، ما نخليوش باش ما يجيش داك فيه واحد الطعم ديال السكر محروق ما تيكونش زوين. من بعد غادي نضيف عندي 20 غرام ديال الزبده، الزبده غير مملحه صافي، وغادي ندوبها مزيان. البنات اللي ما كيذوبش ليهم السكر من الافضل انكم ما تحركوش، غير دروه في المقله وخلوه على عافيه اللي كتكون متوسطه كيف ما قلت لكم، وغادي تحصلوا على نتيجه اللي غتكون مزيانه، غير ما تخليوش كيتحمر واحد المده طويله. صافي غادي نبقى كنحركو مزيان على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيف عندي الكريمه السائره اللي خديتها ودفيتها 200 مليلتر ديال الكريمه ديال الحلويات هي باش خدمت. صافي كنضيفها وكنبقى كنحرك على هذا الشكل هذا. غادي تشوفوا ان الخليط غادي يولي عندنا في شي شكل، ولكن معليش غير نخدموا به سخون، ما نديروهش بارد البنات واكد. صافي غنبقى كنخلط على هذا الشكل هذا مزيان حتى كنحصل على واحد الصوص اللي كيولي عندي منسجم مع بعضياته وما كتبقاش عندي ديك الكريمه معزوله. هنا كنحركو وكنردوا البال مع ايدينا لانه كيكون سخون بزاف لا قدر الله، يعني غير باش ما يطيش لكم على ايديكم. صافي كيف مشوا معايا كنحصل على واحد الصوص اللي كيولي عندي على هذا الشكل هذا. ديك الكريمه دخلت في الصوص ديال الكراميل. وما كنساوش واحد القريصه ضروريه ديال الملح. البنات عندكم ديروا صوص بدون ملحه، هذيك القريصه راه كتخلي لكم داك الصوص كيعطي واحد المذاق زوين كيخرج لينا داك المذاق ديال السكر. صافي غادي نوضعه في واحد الاناء وغادي نخليه على جنب. هنا غادي نحضر عندي العجين اللي غادي نحتاج فيه 600 غرام ديال الدقيق، يكون نوعيه جيده، خدموا باش ما بغيتو غير يكون مزيان باش يعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه. انا هنا غربلته في الاول وغادي نعاود نغربلو المره الثانيه. ملي تنغربلو الدقيق راه كيعطينا واحد الخفه وكيجي مزيان. هنا بغيت نوريكم البنات هاد الخميره كناخذها فيغن او لا هذه نباتيه غزاله بزاف، كنخدم فيها في البريوش هكا في الوصفات اللي كنبغي العجينه تجيني هشيشه رطبه. فهاد الخميره الى لقيتوها استخدموها. صافي غادي نضيف عندي هنايا السكر، غادي نخلي لكم المكونات في صندوق الوصف. درت عندي السكر ودرت في الجنب ديال الانيه شويه ديال الملحه. صافي هنا غادي نعجن بالحليب اللي خديته ودفيته 100 مليلتر ديال الحليب، وعندي 2 ديال البيضات. في الاول خلطت عندي السكر مع الخميره والحليب غير باش كذوب عندي ديك الخميره. عاد كنضيف عندي هنا 2 حبات ديال البيض، كنفقس كل وحده بوحدها باش كنتاكدوا من السلامه ديالها. دابا مع الحال سخون والبيض ما كيصبرش واحد المده طويله. صافي غادي نضيف عندي 2 حبات ديال البيض الحجم كبيره البنات، ماشي البيضه الحجم ديالها صغير، يعني هنا الكميه دخلت فيها 2 ديال البيضات كبار. صافي غادي نخلط كلشي ودابا غنبدا كنعجن في العجينه عندي عادي. ما غنوريكمش العجينه، راه تبارك الله ما كاينش شي دار مغربيه اللي ما كتعرفش العجينه، انا فقط بغيت نشارك معكم الوصفه. صافي هنايا غير تجمعات عندي العجينه كنوضعها على سطح العمل معقم بالخل ونقي، غادي نخدم فيه. هنا كنخدم على خاطري وكنعطيها الدليك شويه، ماشي الدليك ولكن غادي ندخل ديك الكميه اللي عندي ديال الزبده الغير مملحه. غادي ندخل عندي الزبده، نختاروا نوعيه جيده. ملي كنبداو كنخدموا في الزبده كنلاحظوا ان العجينه كتبدا كتقطع، كتولي في شي شكل، كتولي حالته، ولكن ماشي مشكل، غير مع الزبده حنا كنخدموها وحنا كندلكو وهي كتعطينا الطوع وكتولي مزيانه بحال ما دخلنا ليها كاع الزبده. وراه كتقطع غير في الاول، غير كتشرب الزبده صافي. هنايا شوفوا معايا العجينه بعد ما دلكتها مزيان بديك الزبده ودخلت ليها الكميه اللي خاصني ندخل ديال الزبده. غادي نخلي لكم كلشي في صندوق الوصف مضبوط البنات باش ترجعوا تلقاوه. صافي هنا خديت عندي العجينه غادي نغطي عليها ونخليها كتخمر مزيان. عندنا الجو سخون بزاف، ما خليتهاش مده طويله، غير نص ساعه كافيه باش عطاتني واحد الاختمار اللي مزيان وجات مهويه. صافي هنايا بعد ما العجينه خمرت
خمرات عندي. شوفوا معايا تضاعف الحجم ديالها والعجينه ما شاء الله مخدومه مزيان. صافي غادي ناخذها وغادي نوضعها في سطح العمل اللي رشيته بشويه ديال الطحين، وغادي نبدا كنطلقها بالمدلك على هذا الشكل هذا. غير ما خاصناش نرقوها بزاف البنات. كناخذ عندي واحد الاطار، الحجم ديال الدونات كيف ما بغيتوه نتوما غادي تشكلوا الحجم ديالو اولا تقطعوا بالحجم اللي بغيتو، صغار كبار متوسطين كيرجع لكم. صافي غادي نحيد داك الفائض ديال العجين، غادي نعاود نكورو نخدمو ونحتفظ به. بعد ما قطعت عندي العجينه غطيتهم وخليتهم كيخمروا. ملي تنقطعوا العجينه ضروري كنكونوا محضرين الورق ديال الفرن كنوضعوا فوق منه العجينه. علاش البنات؟ باش الوقت اللي كتكونوا كتوضعوه في الطنجره باش تقليوه كتبقاو محافظين على الشكل ديالو، ومني كتهزوا العجينه ما كتخسرش لكم. ماشي بحال الا كنتوا واضعينه في شي صينيه اولا في شي حاجه كتهزوا العجينه وهي خامره كيبقاو مرسومين الصباع، كتولي جهه طالعه جهه نازله. اللهم كديروا هذا الورق من التحت على كل حبه وحده ديال الدونات وكتهزوا الورق كديروه في الطنجره، غير كتوضعوه كي لامسوا داك الزيت راه حنا كنحيدوه بالملقط بكل سهوله وكتردوا البال مع ايديكم. صافي وهانتوما خدامين مزيان. صافي شفتوا معايا هنايا الزيت ما خاصهاش تكون سخونه بزاف البنات، لا يعني تسخن ولكن ما تكونش سخونه. غير كنوضعوا العجينه في الطنجره اولا في المقلاة اش كنديروا؟ كنبداو كنصبوا فوق منها الزيت. علاش؟ داك الزيت اللي كنصبوه على الوجه البنات كيخليها انها كتنفخ وكتبوق دغيا، يعني دغيا كتطلع لكم ديك العجينه ما كتجيكمش نازله. هذه نقطه جدا مهمه باش تحصلوا على العجينه اللي كتكون خاويه من الداخل وكيجيكم مهوي ومفشفش. هانتوما كيف مشوا معايا ما كنغفلوش عليه، فيه السكر فيه الحليب فيه البيض دغيا كيتحمر. ما انا يعني المرحله السهله هي هذه ديال القلي. ما كتاخذش الوقت بزاف لانه خامر، وداكشي اللي فيه دغيا كيعاونوا على انه كياخذ واحد اللون زوين، وهكا ما كياخذش لينا واحد الوقت طويل. شوفوا معايا يعني ما نكتروش ليه في القاليه البنات. صافي هذا هو اللون اللي خاصو يكون عليه، كيجي مذهب على هذا الشكل هذا. صافي هذا اللون كافي. انا هنايا درت زوج اشكال، واحد الدونات اللي درتهم على بحال السفنجه هكا فيهم ديك الحفيره، والثاني لاني عمرته بالصوص هذا الشكل هذا ما درتش ليه ديك الحفره من الوسط، خليت الحبه كيف ما هي. صافي شفتوا معايا الورقه البنات شحال كينفع، ما كتخسر لكم لا عجينه لا والو، ساهل ماهل. غير كنحط هذا المقطع غادي نطولوا شويه باش غادي تشوفوا معايا الاضافه ديال الزيت. مني كنهزيت وكنوضعوا في الوجه ديال العجينه. شوفوا البنات كيفاش كتنفخ. نتمنى ان الصوره تكون واضحه. شوفوا معايا كيفاش العجينه غير كنوضع فوق منها زيت كتبوق وكتطلع الفوق. نوضعوا العجينه نحطوا فوق منها زيت مباشره، ما نبقاوش كنتسناو. غير نحطوا فوق منها زيت كنحيدوا داك الورق كنتخلصوا منه، ما كنخليوش. بنات غتقولوا لي الورق، هذا الورق غادي تختاروا نوعيه جيده، الورق الخاص بالطبخ ما تخافوش منه، غير خذوا نوعيه جيده لانه حتى الورق ديال الفرن راه فيه ماركات بزاف، غير طيحوا في شي ماركه اللي كتكون مزيانه. صافي غير كنحيد داك الورق وكنقلبهم على الجهه الثانيه باش كيتحمروا وكياخذوا اللون الذهبي، وهكا كيكونوا عندنا الدونات واجدين. كيف ما شفتوا معايا طريقه سهله بزاف وبسيطه. جربوهم بهذه الطريقه وردوا عليا الخبر. وهنا بعد ما كنكمل الكميه كامله اللي عندي، شوفوا معايا اللوين كيفاش كيجي. هنا هذه الطريقه عجبتني بزاف. كناخذ عندي واحد 4 المعالق ديال الكاكاو، كندير معاه واحد 2 معالق حتى 3 ديال السكر الاشقر، وكنخلطهم باش غادي نفند فيه الدونات. هنا كناخذ اي حاجه باش كندير عندي كنحفر عندي واحد البلاصه باش يمكن لي انني كندخل الصوص على هذا الشكل هذا. هنا البنات اللي ما بغاش انه يحضر صوص كراميل ممكن انكم صافي كتخدموا الدونات عادي، ومن بعد كتكونوا مذوبين عندكم الشوكولات كتذوقوهم اولا كدوزوهم في الشوكولات وكدوزوهم في السكر، كديروا السكر ديال الفاني. المهم يعني هاد الاشياء بسيطه كتخدموها على حسب الرغبه ديالكم. وهادو اللي درت بالكاكاو كيجيو زوينين بزاف البنات، يعني الكاكاو عطاهم واحد المذاق زوين هكا من برا، وهادو
هما الدونات اللي حضرنا. شوفوا ما شاء الله العجينه كيفاش كتجي زوينه بزاف. بغيتو نحضر معكم هاد العجينه نخبزوها في الفران بدون قلي حتى هما كيجيو زوينين، ولكن ماشي نفس النتيجه البنات، كتكون نتيجه مختلفه. وهذه هي الوصفه ديال اليوم، جربوها وردوا عليا الخبر. غادي نخلي لكم جميع المكونات مضبوطه في صندوق الوصف. الى عجبكم لا فيديو شاركوه مع الاصدقاء والاحباب، ما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم الى شفتوا ان القناه والمحتوى عندي كيستحق. والى وصفه قادمه، بسلامه عليكم.